كيبدا المشهد بواحد الراجل محبوس في بيت ما فيه لا شارجه لا باب. غادي يكتشف ازرار في الحيط وكل زر عنده لغز، وهو كيكتشف في البلاصه غادي تبان ليه واحد الحاجه خارجه من الحيط. غادي يقرب ليها يحاول يضغط عليها، وهنا غادي يبداو يخرجوا واحد الملائكه صغار من الحيط. واحد شويه هو كيتسنى شنو غادي يوقع، غادي يبداو يرجعوا دوك الملائكه ولكن غيبقاو معنهم واحلين. السيد عاد غادي يعرف داك الزر اللي ضغط عليه في الاول اش كيعني، عاد باش طلع معاه القالب ويشم يدو باش يتاكد واش داكشي اللي قاس هو اللي على بالي وبالكم. مشى كيتفقد دوك الازرار واحد بواحد، واي زر ضغط عليه كطيح شي حاجه من السما للارض، ولاحظ من كيعاود يضغط على نفس الزر كطيح نفس الحاجه من السما. السيد ضغط على واحد الزر كتخرج ليه واحد الكروسه وضرباتو رجلو. كيبان لك خونا كيغوت. واحد شويه غادي يبان ليه واحد الزر غادي يضغط عليه وغادي تقلب المؤخره. السيد على نيته مقرب ليها وكيشوف شنو غادي يوقع، واش غادي يوقع كاع ضربات ليه بواحد التفوسيخه وزقات. السيد خرجوا ليه بزاف ديال الحوايج، واحد الكره غادي يشير بها بالحيط وغادي يقيس واحد الزر غادي يخرج ليه السوشي. اول مره غتخرج ليه شي حاجه مزيانه. السيد كان غادي يموت بالجوع. غادي يقرب حدا داك الطبق ديال السوشي، غادي يلقى خاصو المايونيز غادي يغول للناس اللي تما وتا واحد ما غادي يجاوبو. السيد بدا كيتشرط كيسحب ليه ضرب بوه، بقى كيضغط على نفس الزر باش تخرج ليه شي حاجه اخرى ولكن والو. غادي تجمع ليه تما واحد 5 كيلو ديال السوشي. صافي تستسلم بقى كياكل، ضرب كلشي ما خلى والو. سالا بغى يمشي ينعس، غادي يبان ليه واحد الزر حداه، ضغط عليه وغادي تخرج المايونيز اللي كان كيتسناها باش ياكل. خونا زهرو باين من الاول. واحد لقيته كان ناعس وهو يقرر يضغط على واحد الزر، غادي يخرجوا ليه نضاضر. هاد النضاضر كيبينوا ليه كلشي ثلاثي الابعاد، وهنا غادي يستعملهم وغادي يبان ليه واحد الدري الصغير كيشير ليه على الزر اللي خاصو يضغط عليه. اخونا ما قداتو فرحه، اخيرا لقى الحاجه اللي غادي توريه علاش يضغط. وفعلا ضغط على داك الزر، البيت كامل غادي يولي احمر، وغادي يبدا واحد العد تنازلي. غادي يبقى يتسنى فيه السيد من نيته، غادي تخرج ليه واحد المؤخره كبيره. عطاتو واحد التفوسيخه مزيانه ومشات في حالها. دارت ليه الكاوه معلم السيد ما بقاش فاق. هنا غادي يبانوا ليه واحد الازرار كاينين في الارض، وهاد الازرار ما عمرو جربهم. غادي يضغط على واحد فيهم وغادي يبان ليه واحد الباب في الحيط كيتحل. السيد فرح واخيرا غادي يخرج من هاد البيت. الباب تسد، غادي يفكر باش يعاود يفتح داك الباب، وغادي يبدا يقلب على داك الزر اللي ضغط عليه ولكن نساه. غادي يبدا يجرب فيهم كاملين، غادي يختار واحد الزر غادي يخرج ليه واحد الراجل افريقي، غادي يضربه بجريه من الحيط الاول ويدخل في الحيط الثاني. ما فهم والو واش هاد العجب. غادي يضغط على واحد الزر اخر وغادي يبداو يخويو عليه الماء. ايوا صافي بقى خاصو غير كيس الصابون البلدي. جرب المره الثالثه يضغط على شي زر وغادي يلقاه هذاك الزر اللي كان كيقلب عليه. الباب غادي يتحل من وراه بنفس الطريقه. كيبان لك خونا ضربها بجريه باش يخرج من الباب. كيوصل ليه كيلقى الباب تسد، عنده واحد الوقت محدد باش كيتسد. كيرجع يضغط على الزر كيعاود يتسد في نفس الطريقه ملي كيوصل ليه. مشكله هادي. غادي يكتشف باللي هو خاصو يبقى بارك على الزر باش يبقى الباب محلول. جرب جميع الطرق باش يلقى حل هاد المشكل. غادي يحاول يضغط بعصا باش يدخل من الباب، ما غاديش تنجح. غادي يحاول يستعمل واحد الكورده وحتى هي ما غاديش تنجح. جرب يستعمل الكروسه باش يزيد السرعه ديالو وحتى هي ما نجحاتش. غادي يفكر باش يحط شي حاجه فوق منه وتبقى ضاغطه على الزر. غادي يجيب واحد الفاز كبير غيحطه فوق منه، ولكن داك الثقل ديال الفاز ما غاديش يقدر يضغط على الزر. غادي يمشي للبلاصه اللي كتخرج السوشي، غادي يبقى يضغط على الزر باش يعمر الفاز بالسوشي. المشكله فاش بغى يهز هذاك الفاز ما غاديش يقدر يهزو حيت ثقيل بزاف، ما قدرش يهزو يحطو على الزر. افكر باش يخويه، يدو ما بغاش تدخل ليه لداخل ديال الفاز باش يقدر يخويه. غادي طيح ليه واحد الفكره باش يستعمل العيدان ديال السوشي باش يخرجهم، وبدا كيخرجهم واحد بواحد حتى غادي يقدر يهز داك الفاز ويديه فوق الزر. غادي يهزو حتى لتما ولكن من غادي يوصل ما بقاش عاقل البطونه اللي كتحل الباب. بدا كيحاول يجرب، غادي يضغط ثاني على داك الزر اللي كيخرج الرجل الافريقي، وداك الرجل الافريقي فاش غادي يخرج غادي يتخبط مع الفاز وغادي يهرسو. اخونا صافي سخط، طلعت ليه القرده للراس. اخونا ولا غير كيخربق، بان لي داك السوشي مجوع تما غادي يحطو على الزر ولكن حتى هي ما صدقاتش. حاول يحط واحد الحديده فوق منه يدير لها سكوتش ولكن حتى هي ما صدقاتش. هادو حمقوه. اخونا ولا كيدير الدواء باش يعيش معاهم. غادي يقرر باش يبدل ساعه بخرى، غادي يضربها بنعسه وغادي يتسنى حتى للصباح. في الصباح فاش فاق غادي يبغي يغسل سنانو، غادي يبغي يضغط على الزر باش يخرج ليه الماء. غادي يخرج ليه واحد الحبل من الفوق، واخا هكاك ما طلعليش الدم حيت غادي يطيح عليه واحد الفكره جديده. غادي يفكر يستعمل داك الحبل باش يوصل للباب ويقدر يخرج منه. غادي يجرب الطريقه وفعلا غادي تنجح.
اخيرا غادي يقدر يخرج من الباب، ولكن المصيبه غيلقاه باب اخر في الجهه الاخرى. غادي يفكر باش يرجع تاني للبلاصه اللي كان فيها، يلا بغى يخرج من الباب غادي يهبط ليه على مسعوده. غادي يسخط تاني بالمعقول وغادي يركن الحيط وغادي يبرك بالغلط على واحد الزر، وهنا غادي ينزل ليه واحد المفتاح اخر. المشكله تاني نفس اللعبه ديال الباب، ملي كيقرب للمفتاح كيعاود يختفي، يعني خاصو يضغط على الزر يمشي يهز المفتاح ويعاود يضربها بجريه تاني قبل ما يتسد الباب الاخر. وهذا الشيء كامل بالزربه باش ما يختفيوش بجوج. غادي يحمقوه بالمعقول. اخونا ما نفاكش، ما غاديش يستسلم، مره اخرى تاني غادي ينسى الزر ديال المفتاح. مشى كيحاول يجرب، غادي يضغط على واحد الزر غلط وغادي يخرج ليه واحد الكلب كينبح عليه، غادي يعاود يضغط تاني وغادي يخرج ليه تاني كلب اخر، والمره الثالثه غادي يخرج ليه المفتاح اللي كان كيقلب عليه. غادي يتلفت ويمشي يجيب واحد الشويه ديال السوشي باش يعلم بها البطونه اللي كان كيقلب عليها. فاش غادي يرجع ويحط داك السوشي عليها غادي يبغي يضغط عليها وغادي يخرج ليه تاني الكلب. صافي غادي يعاود يجرب وغادي يلقى البطونه اللي كان كيقلب عليها وغادي يعلمها بالسوشي. اشنو غادي ندير ما ندير، غادي يبان ليه واحد الفونطوس ديال الطواليط، غادي يركب على الحبل، غادي يمشي حتى للحيط اللي حداه الزر، غادي يضغط على الزر اللي علمو بالسوشي، غادي يضغط تاني على الزر اللي كيخرج ليه المفتاح وغادي ياخدو، وغادي يرجع تاني لجهة الباب، وفعلا غادي ينجح. اخونا ما قداتو فرحه، غادي يمشي كيجري، غادي يجرب داك المفتاح في الباب، ولكن المصيبه ان الباب فيه قفل اخر. احسن عوان خونا انا وهرب ليا. اخونا كان غادي يتسطى، غادي يرجع تاني على الباب وغادي يهبط ليه على مسعوده. صافي طلع عليه الدم، غادي يشير بديك الفونطوز، غادي تجي في الحيط وغادي يضغط على زر من الازرار، وداك الزر غادي يخرج ليه داك الرجل الافريقي اللي كان كيشوفو. مع غادي يخرج ما كانش حاملو، ولكن غادي يلاحظ باللي في راسو كاينين 3 ديال الارقام. غادي يعرف بلي هادو هما الارقام اللي كان خاصو يستعمل. الحاجه الوحيده اللي باقي ما عارفش هي الترتيب ديالهم في القفل. غادي يجرب 3 ديال المحاولات باش يفتح داك القفل، والمحاوله الثالثه غادي تنجح. يلا فتح الباب الجديد، غادي تسد ليه الباب القديم، وما غاديش تبقى ليه مساحه كبيره باش يحل الباب الجديد. اخونا تابعين المشاكل ما كيتقادوش، غادي يطيح في الارض وغادي يبقى يبكي، وغادي يجي واحد الاكتئاب صافي وصل للحد ديالو. هنا غادي يبدا يتفكر كيفاش كانوا عنده بزاف ديال الحوايج وما كانش عارف القيمه ديالهم. كتفكر كيفاش كانوا عنده بزاف ديال الازرار، اي زر ضغط عليه كتخرج ليه حاجه جديده، يعني اي حاجه تمناها كانت كتحضر ليه. ودابا ولا كيتمنى غير يرجع للبلاصه اللي كان كيحاول يهرب منها. السيد هذا عرف بلي كانت عنده نعمه كبيره وما غادي يعطيها واحد التقدير كبير حتى غادي تمشي من يده. من بعد ما سال التفكير غادي يبدا يحس بالباب كيتحل بشويه، غادي يطل معاه، غادي يلقى واحد النفق كبير. اول حاجه غادي طيح ليه في بالو هي يهرب. اخونا ناض وجبد بجريه، اما بقاش وقف وهو كيجري، وهاد الطريق ما كتساليش، ما حدو كيجري والطريق كتزيد. اما غادي يوصل حتى غادي يديرها في سروالو، ادخل لواحد الغرفه اخرى. الغريب ان هاد الغرفه مظلمه اكثر، والبيجامه ديالو ما بقاوش فيها اللوان، وحتى الشعر ديالو غادي طوال. غادي يتسد الباب بنفس الطريقه، والملائكه اللي كانوا في الحيط كلهم غادي يدخلوا في الحيط، وبطبيعه الحال كيف العاده غادي يبقاو يبانوا غير المعن ديالهم على شكل ازرار. غادي يعرف راسو باللي دخل واحد المرحله جديده، وهاد المرحله سميتها الممارسه. المرحله الاولى اللي كان تعلمها هي التعلم، يعني كيتعلم درس جديد، والمرحله الجديده هي مرحله الممارسه. هنا غادي ننتقلوا لواحد المشهد اخر، وغادي تبان لنا واحد العائله مكسيكيه. العائله فيهم واحد الشخص كيرتدي واحد القناع اخضر، ما بقى ليه والو يدخل لواحد الماتش ديال المصارعه. الزوجه ديالو كتقول ليه هاد خينا راه غادي يفنيك، قالت لي خونا صحيح عليك وغادي يعفط عليك بحال شي دبان. المصارع غادي تدي البنت ديالو للحلبه ديال المصارعه باش يلا يوجد راسو يكون مستعد. ولد هاد المصارع كانوا كيتنمروا عليه في المدرسه بزاف، وكيقولوا لي لا انت لا باك كلكم دعدوعين اما كطفروا في والو. غادي نتحول للمشهد اخر اللي غادي تبان فيه البنت اللي دات باها للحلبه ديال المصارعه، غادي تجيب خوها وغادي تجيب جدها باش يتفرجوا في الماتش. غادي يبدا الماتش وغادي يدخل خونا ايدغارد، هو خونا اللي معاه في الفريق. غادي يبدا الماتش، ايدغارد بقى برا. صاحبو بدا الماتش مزيان في الاول، ولكن من بعد غادي يتحماو عليه وغادي يشبعوا حبو عصا. غادي يبان لهم ايدغارد في البلان، غادي يبداو يقولوا لي دخل. ايدغارد غادي يقول لهم والو ما داخلش. صاحب ايدغارد غادي يعاود يستغل واحد اللقطه، غادي يخليهم حتى يبغيو يهجموا عليه بجوج. غادي يخوي على خونا، وخونا غادي يضرب صاحبه. غادي يستغل الفرصه يخرج من الحلبه، غادي يقيس يد ايدغارد وغادي يقول لي دخل دير يديك. ايدغارد مع دخل مع غادي يطوقوا حبه. واحد خينا شادو والاخر هاز الكرسي باغي ينزل عليه. خونا اللي في الغرفه غادي يتحرك وغادي يبرك على واحد الزر كان لاصق في الحيط.
فاش ضغط على داك الزر خونا اللي في الحلبة غادي راسو يطوال بواحد الطريقة غريبة، وغادي يقدر يضرب بيه دوك المصارعين الاخرين. ولكن في الغرفة اللي كان فيها خونا ما غادي يوقع عليه والو من يضغط على داك الزر. خونا ما حدو كيضغط على الازرار في الغرفة، ويتقاد في الغرفة جالس كينطح في حبهم واحد واحد، اما خلى حتى شي حاجة ما نطحاش، حتى من الجرس كان كينطح فيه. خونا كتبان ليه ما كتوقع حتى شي حاجة وهو كيبرك على دوك الازرار، ولكن في الواقع كتوقع شي حاجة كبيرة اللي ما كانتش كتبان ليه. مثلا كان واحد الحفلة ديال الروك، واحد خونا اللي من الفريق غادي يخرج العافية من فمه، هادشي غادي يخلي الجمهور منبهر وما فهموا حتى شي حاجة. واحد اللقطة غادي يضغط على واحد الزر غادي يخلي واحد الساحر كيقدم العرض ديالو باش يفشل، وهاديك المساعدة ديالو تظهر. غادي يضغط على زر اخر غادي يخلي واحد الراجل ساكن في الشينوا غادي يبدا يذبح على كلابو بلا ما يحس. هنا خونا ملي ولا كيشوف حتى شي حاجه ما كتوقع في الغرفه يلا بغى يستسلم، غادي يبان ليه السقف محلول والضوء كينزل منه. بدات كطيح ليه واحد الفكره، غادي يستعمل دوك الازرار باش غادي يطلع للسقف ويخرج. ما حدو كيضغط على دوك الازرار باش يتسلق الحيط وشي حاجه في الحياه الواقعيه كتوقع. كل مره كتوقع شي حاجه، يا اما نبته كتطلع، يا اما شي حيوان كيموت، يا اما شي بطريق كيتلاح في الماء. خونا ما حدو كيطلع في الاسرار والتاثير ديالو على الحياه الواقعيه كيزيد، لدرجه السيد ولا كيطير ما بقاش محتاج يضغط على دوك الازرار، وما حدو كيطلع وحنا كنلاحظوا بلي الشحره ديالو غادي وكيزيد. هنا خونا وهو كيطلع غادي يبدا يعرف شنو داكشي اللي تعلم كامل في المرحله ديال الغرفه الاولى هي المرحله ديال التعلم، والمرحله الثانيه هي الممارسه. كاع داكشي اللي تعلمو غادي يبدا يمارس فيه، وبشويه بشويه ما بقاش كيحتاج يزيد الممارسه، ولا كيتعلم بطريقه تلقائيه، ولا كيطبق في داكشي وكينجح وكيطلع الفوق. خونا وصل لواحد المرحله اللي كيبان فيها غير الريش، غادي يطلع لواحد الغرفه خاويه وفيها واحد الباب كبير، وهنا غادي يخرج ليه واحد الزر الاخر اللي كان كبير بزاف. هاد الزر الاسم ديالو الزر ديال المستقبل، وبما انه سميتو زر المستقبل غادي ندير لكم فيديو عليه في المستقبل.